بيكم في برنامجنا حياة كلب. طبعا احنا اتكلمنا كتير قوي عن التدريب وتدريب الطاعة وتدريب الحراسة والكلام ده كله، وفرقنا في الكلام ده كله. ولكن في بعض الناس رجعت بعد فترة طويلة جدا تقول لك ايه، انا كلبي ما بقاش زي الاول، كلبي ما بقاش بيسمع الكلام زي الاول. كان في الاول بعد ما خدته من التدريب كان كويس جدا وكان هايل وكان بيسمع الكلام وكان بيمشي جنبي وكان عظيم جدا. كل الكلام اللي انت بتقوله ده حلو. طيب ايه بقى الاسباب اللي وصلت الموضوع ده؟ هل نتيجة قلة التدريب ولا هل انت ابتديت تغير العادات؟ فلازم تحصل هنا ايه، اقف واجيب ورقة وقلم وابتدي بقى اكتب. هل انا بمشيه زي ما كنت بدربه مع فلان او علان مثلا؟ لا، انا ما بدربوش وما بديلوش الاوردرز بعد التمشيه. طب ليه؟ يعني بكسل. طيب هل بتقعد الكلب قبل ما تخرجه وقبل ما تدخله زي ما كنا متفقين، وان هو لازم يقعد ويسمع الكلام وينفذ الاوردرات كامله اللي هو حافظها، سواء ست ستي داون ستي، بعدين اقول له كم يخش وبعدين اديله اوردرات تاني؟ هل انا بعمل كده في الدخول قبل الخروج؟ لا خالص، انا بطنش بقى، ما بقاش في وقت للكلام ده وببقى عايز انزل مستعجل بسرعه. طيب هل لما بتيجي تنزله عشان يعمل تواليت مثلا في الجنينه بتاعتك بتيجي تقف عند الباب بتستنى ان هو يقعد وبعدين تفتح الباب وتطلع انت وبعدين هو يطلع وراك؟ لا، الحقيقه برضو انا ما فيش الكلام ده خالص. انا بروح فاتح له واقول له يلا انطلق وياخد بعضه ويجري، وبعدين الاقيه في الاخر عاملها لي قريب جدا، مش في الحته حتى اللي احنا متفقين عليها. طيب عظيم جدا. هل كلب بيمشي معاك كويس في البيت؟ لا، الحقيقه هو ما بقاش يمشي معايا كويس في البيت وبقى ليه الادب، بقى سافر وبقى يشدني من هدومي. طيب حلو قوي. يعني انت رحت دفعت في كورس مبلغ وقدره، والراجل اللي مرنك او الراجل اللي مرنك الكلب قال لك احنا محتاجين نعمل الاوامر دي عشان كذا، واوامر الطاعه دي مش فايدتها ان احنا نقعد نقول له ست وداون ستي، لكن هدف منها تسهيل الحياه. يعني ايه؟ يعني انا النهارده جاي داخل البيت معايا اكياس، فابسط حاجه ان انا اقول للكلب اقعد فيقعد، واقول له استنى فيستنى لغايه لما انا افتح الباب ادخل الاكياس، وبعد كده اقول للكلب يخش، او لو معايا ناس تخش، وبعدين الكلب يخش ورانا، وبعدين افك الليش اقول له خش اقعد جوه واخد الاكياس ابتدي افضيها. ده الشيء الطبيعي وده اللي احنا بنشوفه بره، ونقعد نقول ازاي هم بيعملوا كده؟ عشان هم ما بيغيروش العادات. لكن سعادتك بتكسل اساسا انك تديله الاوردر وبعدين ترجع تاني تقول ايه الكلب بيتعوج. هو السؤال، لو انت النهارده الشركه عندك منع التدخين وحضرتك بعد شويه ابتدوا يطنشوا لقوك مولع سيجاره، بس يعني يا ريت تبقى في الدره، بعد شويه انا ماشي بالسيجاره في الكوريدور، يا راجل ده كلام؟ طب بص تبقى فيها بس ايه لما تخلصها يعني. طيب النتيجه هتبقى ايه؟ ان سعادتك هتبتدي تشرب العلبه كامله في اي حته في الشركه ومحدش هيقول لك حاجه، وهتلاقي نو سموكينج محطوطه زي ما بنروح مثلا في بعض الهيئات نلاقي ممنوع التدخين، وتلاقي الناس قاعده مولعه السيجاره تحت اليافطه مباشره. فانت عملت نفس القصه. يعني ايه؟ يعني سعادتك ابتديت تكسر الرولز، وابتديت الحاجات اللي هو متعود عليها تقول له ولا يهمك ما تعملهاش، وهو كحيوان شيء طبيعي لان دي مش من عاداته اصلا. فاللي هيحصل ان هو هيستيب باك. يعني ايه؟ يعني يبتدي يقول لك ايه، ما توجعش دماغي بقى، طب ست ده انا بقول له 10 مرات عشان يقعد، عشان حضرتك سايبه عمال يلعب وسايبه يعمل اللي هو على دماغه، والنتيجه بقى ان السلوك هيبتدي يسوء. يعني ايه؟ ابتديت تدلعه بالزياده، النتيجه ان هو يبتدي يشدك من هدومك، يبتدي يطلع على سريرك، تيجي تقول له انزل ما يرضاش، تبتدي تزقه عشان تنزله ممكن يروح زي ما عليك. طب مين بقى اللي عمل الكلام ده كله؟ حضرتك، لان انت من الاول ما وقفتش على التعليمات اللي انت خدتها كتدريب للحيوان وابتديت تطبقها وفضلت ماشي عليه، لا ابتديت تطنش. فالشيء الطبيعي ان انت اول ما ده يحصل مع الكلب بتاعك وتبتدي تلاقي ان هو بيتمرقع، هيحصل ايه؟ ان انت تبتدي ترجع تعمل تمشيه بنظام، يمشي جنبي بنظام، ينفذ الاوامر ولا ينفذش هديله كوركشن، ولما ينفذ هديله تريت واشغل دماغه بالتريت، اعمل له عمليه تدريب تاني زي ما انا كنت فاكر، عشان الكلب يرجع خطوه لورا ويبتدي يفهم ان انت صحيله والعمليه مش مريحه. وده شيء طبيعي، انت بتعامل حيوان وحيوان ذكي جدا، بس هو ما عندوش الحاجات دي وما بيحبهاش قوي، فالنتيجه انت بتحبها بقى الحاجات دي عشان تسهل لك حياتك. فلو انت عايز تسهل حياتك لازم تعمل كده. لو انت عايز تعيش في المأساة اللي انت عايش فيها يبقى انت هتقدر ان انت توصل في الاخر ان الكلب هو اللي هيهيمن عليك وهو اللي هيعيشك حياته ومش حياتك. اشوفكم على خير في حلقه جديده، واتمنى النهارده اكون فدتكم بمعلومات جديده. اشوفكم على خير.